من بعد البسبوسة دي هتنسوا اي نوع بسبوسة تاني شفتوه في حياتكم. البسبوسة دي تبارك الرحمن ما شاء الله لا قوة الا بالله، شكل وجمال وطعامة طرية جدا جدا جدا. اي نوع عملتوه من البسبوسة قبل كده او اي نوع شفتوه من البسبوسة مش هيكون احسن من الطريقة دي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله، واعملوها بكل تفاصيلها زي ما هقول لكم بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة وصفة في المطبخ. النهاردة هنعمل طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة. طريقة هتعجبكم جدا وهتعتمدوها ان شاء الله. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اي فيديو جديد. يلا تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا. وهنقسم المكونات بتاعتنا لنوعين من المكونات، نوع سائل ونوع جاف. النوع السائل عبارة عن ربع كوباية من السكر وكوباية لبن ومعايا 3 معالق من السمنة، وهحطهم على بعض وهسيحهم على النار. وما تنسوش معايا معلقتين من الشربات التقيل المعقود بتاع الكنافة او عسل النحل. وسواء الجلوكوز او عسل النحل او الشربات التقيل كله بيؤدي لنتيجة واحدة، كله زي. هتقولي لي طب ايه فايدته ان انا احط عسل النحل او الجلوكوز او السكر المعقود ده في البسبوسة وهي نية كده؟ اقولك لا، ده ليه فايدة كبيرة جدا. ده بيدي تماسك لقطعة البسبوسة وبيخليها مرملة وبيديكي نتيجة انت تكوني راضية عنها. تعالي نروح للمكونات الجافة. والمكونات الجافة عبارة عن نص كيلو من دقيق البسبوسة السايب، وهتحطي عليه ورقة بيكنج باودر، وكمان لو عايزة تحطي جوز هند ده اختياري بالنسبة لك. حطي الكمية اللي انت عايزاها، مش عايزة تحطي ما تحطيش. بحضر كده صينية وبدهنها سمنة حلوة قوي، الجناب والأرضية بتاعتها يعني ايه شبعيها بالسمن كده عشان تعرفة ان اساس البسبوسة السمن. بقلب المكونات بتاعتي كده قبل ما اضيف لها المكونات السايلة البسبوسة زي ما قلنا والبودر، ولو انتي كنت حطيتي معاها جوز هند. ضفت كده المكون السائل بتاعي عليهم، ومش عايزة اقلب كتير عشان يا جماعة التقليب الكتير بيبقى هو سر الفشل بتاع البسبوسة، وانها تطلع منك ناشفة ومحجرة. انت يدوب كده بتخلطي المكون السائل بتاعك بالمكون الجاف، يدوب يختلط كده ببعض، وتقلبي كده عشان لو في لسه حاجة جافة معاكي لحد ما يختلطوا المكونين كده ببعض. شايفة زي ما انت شايفة كده اختلطوا تمام خالص خالص خالص. مش محتاجة وقت ابدا ابدا ان انت تخلطي بسرعة كده، وما تخليش اي مكونات جافة، وفي نفس الوقت ما تقلبيش كتير، لان زي ما قلتلك التقليب هيبهدل معاكي الدنيا. محضرة الصينية بتاعتي وهحط فيها الخليط بتاعي اللي انا خلطته كده بتاع البسبوسة. احطها كده في الصينية كل المكونات بتاعتي، وخلاص حطيتهم في الصينية. هبتدي اساوي كده. ما يضرش ان انتي تبلي ايدك كده بشوية مية عشان تساوي الخليط بتاعك وتملي بيه الصينية. وده اللي حصل معانا يا جماعة. انا سبتكم كده بليت ايدي خفيف وكملت ان انا فردت الخلطة بتاعتي دي، فردتها في الصينية زي ما انتوا شايفين. بعد كده بضربها ضربتين على الرخامة او على اي حاجة انت تحبيها عشان تفرغي الهواء منها كويس وتبقى معاكي بالمنظر ده معاكي. بصي بتسويها كده بالطريقة دي كلها سوا واحد على بال ما بتسخني الفرن كده لمدة تلت ساعة. بتحطيها في التلاجة، والخطوة دي بالنسبة لك مهمة جدا جدا، لان خطوة التلاجة دي بتخلي الحبيبات بتاعتها تنفش كده وبتطلع معاكي مرملة. حطيتها في فرن على مستوى 180 درجة
مئوية او 200 درجة يا جماعة، وانتي كنتي مسخنة الفرن قبل كده، وبعد كده هتطلعيها من الفرن وتغطيها تشربيها بالشربات. طبعا كلنا عارفين كوباية كوباية ونص سكر لكوبايتين مية. وبعد كده بعد ما شربتها هغطيها كده بالطريقة دي، وهسيبها شوية عشان تطرى، لان لو انت تلاحظي تلاقي وشها ناشف. لما بتغطيها بالطريقة دي الوش بيطرى معاكي، وبتسيبيها شوية لحد ما بتحضري المكون اللي احنا هنعمله اللي هو الشوكولاتة. وطريقة تحضير الشوكولاتة سهلة جدا يا جماعة، معلش اتقصت مني في المونتاج، وطبعا هي مش ظاهرة قدامكم، لكن انا جبت حوالي 200 جرام من الشوكولاتة وسيحتهم، حطيت عليهم نص كوباية لبن، وحطيت عليهم معلقتين من السمن ومعلقتين من الزيت، وسبتهم ساحوا كده على حمام بخار. يعني حطيت حلة ضيقة فيها مية بتغلي، وبعد كده حطيت حلة أوسع منها شوية فيها الشوكولاتة واللبن والسمن والزيت. والزيت ليه؟ الزيت عشان تلمع. وبعد ما فردنا الشوكولاتة فوق وش الصينية خلاص هناخدها كده بالراحة خالص، وهنوديها على التلاجة علشان الشوكولاتة تسقع وتبقى جامدة. هسيبها في التلاجة حوالي ساعتين عشان خاطر تجمد معايا، لان كده الشوكولاتة لسه سخنة، فهسيبها ساعتين جوه التلاجة. وخدي بالك من اسرار نجاح البسبوسة زي ما قلتلك، اول حاجة ان انتي تعملي المخلوط السائل والخليط الجاف ومعلقتين السكر الجلوكوز او السكر المعقود او عسل النحل، وكمان حطت انك انتي تحطيها في التلاجة وهي نية قبل ما توديها الفرن. بعد ما استوت زي ما قلتلك كده خلاص هنوديها التلاجة ونسيبها جوه التلاجة حوالي ساعتين، وبعد كده نخرجها من التلاجة. ودي شكلها حبايبي بعد ما خرجت، وزي ما انتوا شايفين بصوا ما شاء الله القطعة ما شاء الله مستوية من فوق مستوية من تحت ما شاء الله. السكر فيها معقول جدا جدا، جميلة شكلها بسم الله ما شاء الله ولا اروع. عايزة اقول لك يعني ولا احسن محلات ما شاء الله بتاعت حلويات هتيجي حلوة وبالجمال ده. ما شاء الله جميلة مرملة مستوية سكر مظبوط. آه يعني بصراحة عايزة اقولك يعني جميلة جدا جدا، طعمها كان خرافة ما شاء الله لا قوة الا بالله. عجب الاولاد جدا جدا بالهنا والشفا. كمان شكلها كان جميل جدا منتهى الجمال والشياكة. متماسكة يعني مش سايبة، تحس الحتة كده ماسكة روحها لحد اخر قطعة فيها، وهي ماسكة نفسها ومتماسكة ومرملة في نفس الوقت، ما هياش كبسة مرملة. وده طبعا عشان التكات اللي احنا عملناها مع بعض في اثناء التحضير، اللي هي ايه هنقولها تاني. اول حاجة ان احنا عملنا الخلطة بتاعتنا على جزئين، جزء سائل وجزء آه، جاف. وبعد كده لما حطينا السائل على الجاف ما ابتديناش نخلط جامد او نعجن جامد او كده، مجرد ان احنا دخلنا الخليط في بعضه بالراحة جدا جدا. بعد كده حطيناها في التلاجة وهي نية حوالي تلت ساعة في الصينية بتاعتها في التلاجة تلت ساعة. والحطة دي او الوقت ده كان مهم جدا جدا بالنسبة لنا عشان الحبيبات بتاعتها يعني تشرب من بعضيها وتنتفخ كده. وزي ما انت شايفة كده ده الشكل النهائي بتاعها مرضي جدا جدا، جميلة ريحتها حلوة وطعمها خرافة ما شاء الله لا قوة الا بالله. بتنافس اي مكان بره بيبيع المنتج ده او البسبوسة دي بالطريقة دي. احلى واجمل بكتير جدا. وصلت معايا لحد هنا حبيبتي لا تنسيني في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. شيروا الفيديو لكل حبايبك واصحابك لو كان الفيديو عجبك. واقول لك لحد هنا السلام عليكم ورحمة